السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنعمل البرجر بطريقه سهله وسريعه. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. لحمه مفرومه نص كيلو، بصلايه مبشوره ومصفيه منها الميه، ملح، فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات لحمه، عندك بهارات البرجر حطيها، بصل بودره، توم بودره، معلقه صغيره بيكنج باودر، دي اختياري ممكن تستغني عنها خالص، دي بس عشان ايه تديله طراوه كده من جوه، شطه حاجه بسيطه بس كده. هقلب بقى كل المكونات الجميله دي مع بعض. انا خلاص قلبت اللحمه المفرومه كويس جدا مع البصل والتوابل. هزودها بس ايه معلقتين بقسماط لان لقيتها طريه شويه بتلزق يعني وانا بقلبها كده لقيتها ملزقه. طبعا ممكن يكون ان انا ما عصرتش البصل كويس، بس تقليبه كده كده. خلاص انا عملت اللحمه المفرومه زودت لها بس معلقتين بقسماط، ممكن تستغني عنها خالص. احنا قبل كده عملنا البرجر لما زودنا له شويه بطاطستين مهروسين. النهارده عملتها من غير بطاطس مهروسه، زودت لها بس ايه معلقتين بقسماط. ممكن تستغني عنهم خالص، ممكن تعملي البرجر بلحمه مفرومه وبصل، وممكن في ناس بتعملها من غير البصل خالص، بتحط فول صويا. وانا قلت لكم قبل كده فول صويا غلط للاطفال الصغيرين هم الصبيان. فاحنا بنستغنى عن المواد اللي هي الحاجات اللي هي مش كويسه للصحه. ممكن تستخدمي برغل كويس جدا، ممكن تستخدمي بطاطس مهروسه، ممكن تبلي الرغيف عيش وتستخدميه مع الكفته، بس انا ما جربتوش قبل كده بصراحه مع البرجر. انا جربته كتير مع الكفته ونبقى نعمله قبل كده بعد كده. ادخلها بقى اقفلها بكيس وادخلها الثلاجه لمده نص ساعه كده تتماسك وتاخد من التتبيله اللي احنا عملناها لها، ونطلعها بقى ايه نعملها برجر سوا مع بعض. طلعت اللحمه المفرومه من الثلاجه وحضرت بقى. انا ما عنديش اللي هو المكبس بتاع البرجر، انا عندي غطا اللهم صل على النبي برطمان، ودي غطا اللي هي الصلصه. تمام، ممكن تعملي هنا وممكن تعملي في دي او في دي، وطبق كده فيه زيت عشان ادهن ايدي زيت وانا بفرد البرجر. طبعا ايه هعمل لكم واحده في دي واحده في دي. هتحطي كيس كده، كيس تكوني فاتحاه، كيس ثلاجه، في اي كيس تكوني فاتحاه كده، ده كيس عادي خالص، وتجيبي حته من اللهم صل على النبي اللحمه المفرومه، تدعكيها بس كويس كده جدا في ايدك وحطها كده، وتفرديها وتروحي مغطيه اللحمه المفرومه بالكيس اليمه الثانيه كده، وتروحي فرداها بالشكل ده وتضغطي كده ايه عليها. طبعا المكبس موجود هيبقى اسهل لك، والحاجات دي برده كويسه. ممكن في ناس كمان بتستخدم علبه الجبنه المثلثات اللي هي بتاع اي نوع بتستخدمها، والزياده كده بتشيل. تمام، اوريكم بقى حجمها دي ايه، حجم كبير. عايزه تعملي كبير بتعملي ايه اللهم صل على النبي بالغطا ايه غطا الصلصه الحجم ده. تمام، انا حاطه كيس صينيه كده عليها الكيس، وراح ايه حاطاها فوقيها كده. وهجرب لكم كمان واحده بالغطا ده. تجيبي قطعه كده من اللحمه وتروحي حاطاها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وتروحي تانية بردك وايه وتضغطي عشان ما يبقاش في اي فراغات بالشكل ده. اي زياده طبعا بتشيليها، بسم الله الرحمن الرحيم. زياده زي دي كده اهي، الحجم ده والحجم ده. طبعا انت ايه عايزاه، عايزه تعملي الحجم الكبير، عايزه تعملي الحجم الصغير براحتك. في اطفال طبعا يستحسن تعملي لهم الحجم الصغير ده. تمام، انا بحب اللي هو الحجم الصراحه اللي هو الصغير. هكمل بقى بقيه الكميه بالغطا البرطمان ده. انا قلت اجرب معاكم لو مقاس اكبر، بس بصراحه هي عجبتني الحجم ده. بس كده عملت الثانيه بالشكل ده. واي زياده كده في البرجر ايه بشيله او ايه بدخلها كده ايوه بالشكل الجميل ده، وحجمها برضك وسمكها مش وحش. هكمل بقى بقيه الكميه بالشكل ده وارجع اوريها لكم ونسويها سوا. خلاص كده فردت البرجر، عملته خلاص شكلته، وحطيت بقى ما بين كل واحده والثانيه كيس كده. ممكن بالطريقه دي تروحي حاطاها في كيس وتدخليها للفريزر في اي وقت حابه تعملي برجر. هتطلعيها مسافه بس ما تفك، مش هتفك للاخر يعني، شويه كده تروحي مسويها على البوتاجاز. ممكن تسويها وتعينيها في الفريزر جاهزه، تطلعيها تفك تدخليها في الميكروويف وخلاص. يعني في ليها كذا طريقه. دلوقتي بقى انا هسويها على البوتاجاز مش هخزنها. حطيت طاسه كده على النار لحد كده ما تسخن شويه، اللي هي طاسه الجريل دي. ما عندكيش منها ممكن تستخدمي اي طاسه تيفال عاديه. وهنزل بقى بالبرجر بالشكل ده كده. اول ما يعمل الصوت الحلو ده يبقى هي الطاسه كده ايه سخنت.
هسيبه يستوي وبعدين ايه اقلبه على الوش التاني. جرب كده اقلبه على الوش التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش ايوه بالشكل الجميل ده. احط بقى هنا كده واحده. هطلع بقى البرجر اللي هو استوى بالشكل الجميل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيكش شويه فتعملي حسابك يعني ايه تصغري في العيش لو انت تعملي العيش يعني في البيت. هحط بقى المكان اللي انا شلته ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل دي كمان كده واكمل بقيه الكميه بالشكل الجميل ده. اسوي البرجر وارجع لكم اوريه لكم كده. اكون خلصت الكميه كلها. زي ما انتوا عارفين ان انا عملت شويه كبار وشويه صغيرين. بس ما كلهم ايه اللحمه كشت شويه فكلهم بقى الحجم ده بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيله بقى من على النار. يكون الفيديو بتاعنا وصلنا خلاص لاخره. النهارده عملنا البرجر الجميل وسويناه سوا مع بعض وعملناه بلحمه، ما زودناهوش اي زوايد ولا بطاطس ولا برغل ولا فول صويا اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو مش صحي. بدل ما تشتريه جاهز من بره بنص كيلو هتعملي كميه كبيره. على فكره انا ما حمرتش الكميه كلها، انا حمرت انا سويت القطعه ديت ما شاء الله 15 قطعه ودول 5 قطع اهو شايلاهم. هسيبهم مثلا لعشوه يعني عشا كده واروح مطلعاهم ازود بيهم او غدا مثلا يعني. المهم ان انا هسيبه في الفريزر. هقطع معاكم كده واحده نص السوا بتاعه ما فيهوش برغل. هو كله ايه اللحمه مفرومه واللهم صل على النبي وبصل بس. ولا زودنا برغل ولا زودنا بطاطس مهروسه ولا زودنا فول الصويا اللي هو مش صحي. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. كانت معكم ايمان هلال، قناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. تابعوني وباللايكات والشير والاشتراك وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.